السلام عليكم، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة من حلقات مطبخ أسماء وسلمى. قررنا ندلع الجمبري بقى ونعمله كفتة بالشكل الجميل الرائع ده وطعمه خرافة وما بياخدش تسوية ربع ساعة. حضرت معايا بقى كيلو جمبري صافي بعد التقشير مغسول كويس. طبعا الجمبري غني بالفوسفور والمغنيسيوم وفيتامين د والكالسيوم والبروتين ومصدر جيد لليود اللي بيساعد على إنتاج هرمونات الغدة الدرقية. حضرت كيلو الا ربع من الرز. الرز المصري طحنته كده في مطحنة التوابل. طبعا الرز بيمد الجسم بالطاقة والألياف الغذائية وفيتامين ه. وحضرت بقى خضار محشي مشكل، شبت عشان نعالج الجذور الحارة المسببة للسرطان، وكزبرة خضراء عشان نحارب الالتهابات ونقوي المناعة، وبقدونس عشان ننظف الجسم من السموم ومضر للبول. وطبعا معايا بصلتين عشان نقوي المناعة. وحضرت بقى توم بتاعي عشان اقوي المناعه برضو. وحضرت فلفل اسمر من التوابل بتاعتي عشان اكسر الكوليسترول الزائد في جدار الاوعيه الدمويه ونحافظ على الشرايين، وكزبره ناشفه عشان اعالج عسر الهضم والانتفاخ، وكمون عشان احسن عمليه الهضم، وشطه عشان نعلي الحرق، والشطه دي اختياري. هبدا بقى احضر الكبه بتاعتي كده. احط فيها شويه من الجمبري. هضيف لهم بقى الخضار وهقطع عليهم البصل وهضربهم الاول. دي الخطوه الاولى. لو في كبة كبيرة شوية ممكن احط الكمية كلها على بعضها واضربها. هضرب الثلاث حاجات دول الاول مع بعض كده، الخضار والجمبري والبصل الاول بالشكل دوت عشان اسهل العملية معايا شوية الكفتة. وطبعا لازم بما اني هعملهم في الكبة، هعمل الكفتة في الكبة. اي كفتة ايا كانت لازم اكون طحنة الرز في مطحنة التوابل كده. انا ضربتهم بالشكل دوت. هبدأ اضيف لهم بقى الثوم والتوابل والملح. نسينا نقول معلقة من الملح او معلقتين كده على حسب. يعني انا علمتكم قبل كده ان الجمبري بالذات لازم يكون مسكر، فما بحطش ملح كتير. حطيت الرز بتاعي بقى كيلو الا ربع، حسيت ان هو كتير شويه فشلت شويه. ده كيلو من الا ربع طحناه كويس خالص عامل زي السكر. وبدأت بقى احط المكونات كلها على بعضها واطحنها بقت بالشكل ده كده. طلعت الريحة خرافة، مش عايزة اقول لكم بقى ريحة الجمبري لما بيطحن مع الخضار والثوم والتوابل بتبقى جميلة قوي. بالشكل ده كده شايفين الكفتة ماسكة نفسها ازاي، مش سايبة خالص لان المكونات مظبوطة. طبعا هو المفروض احط كيلو قصاد كيلو جمبري، فالمكونات كلها مع الشبت مع الحاجات كيلو والجمبري كيلو. هبدأ بقى احضر. سبتها في التلاجة ساعة، الكفتة بتاعتي سبتها ساعة. هبدأ احضر بقى الصلصة بتاعتي. حطيت شوية من الزيت كده صغيرين، ومعايا بصلاية انا مقطعاها في الكبة كده مكعبات. هبدأ بقى ادبل البصلاية دي كده بالزيت حاجة بسيطة تدبل، بس مش عايزاها تتحرق عشان ما تحرقش الصدر. بالشكل دوت كده تدبل كده. الخطوات كلها سهلة وبسيطة بصراحة. والأكلة دي الأطفال بتموت فيها، وبصراحة بتخلي البيت جميلة بالشكل ده كده. البصل بتاعي بقى دبل كده شوية. بقى الطماطم بتاعتي ده حوالي كيلو طماطم كده معصور ومتصفى كويس. هبدأ أضيف بقى لحد ما تتسبك خالص الطماطم ديت بالشكل دوت كده. تتسبك كده وأقلبها كويس كده. اسيب بقى الصلصه بتاعتي تتسبك. على ما تتسبك هبدا انا اصبع الكفته بقى بتاعتي. جبت شويه من الزيت كده وحطيتهم في ايديا، مسحت ايدي بالزيت عشان الكفته ما تلزقش. بالشكل ده شايفين ما شاء الله الكفته جميله جدا، مش بتلزق في الايد وماسكه نفسها بالشكل ده. مفيش صابع الحمد لله فك خالص. طبعا جميله بالشكل ده كده. عايزه تصغري الصوابع شويه ماشي، كبريها. عايزه تخنيها، انا عملتها بالشكل ده كده عشان نخلص على طول. كده نعمل واحد تاني برضو. شايفين بين ايديا كده بحاول اخد الكفتة كده واعملها صوابع بالشكل ده كده زي كفتة اللحمة كده بالظبط، بس طبعا في فرق رائع في الطعم. وعملت كده شوية زي الطعمية كده. كده بقت شكلها دي الكمية بتاعتي كلها بالشكل ده اصبحت جاهزه بقى. في ناس بعد الخطوه ديت بتقلي كفته الجمبري، بس انا ما بحبش اقليها خالص. الجمبري ما بياخدش سوا، فانا مش هقلي وارجع احط في الصلصه او اقلي واضيع القيمه الغذائيه بتاعه الجمبري. لا، فانا هبدا بقى احط شويه ميه كده على الصلصه بتاعتي صغيرين، مش عايزه صلصه كتير. تغلي بس غلوتين، واضيف لها بقى الملح المناسب للصلصه. انا مملحه الكفته، فهملح بقى الصلصه حاجه بسيطه كده. وانزل بقى الكفته بتاعتي في الصلصه بالراحه كده واحده واحده بالشكل دوت. انا مش قلياها بقى،
بس بتطلع جميلة بصراحة. بسيبها بالظبط ربع ساعة او اقل. بدوقها كده بعد ربع ساعة. بشوفها مستوية، مفيش رز، ما بتقرش كده رز. المكونات جميلة ومستوية. خلاص انا بقفل عليها بالشكل ده كده. اصبحت الكفتة بتاعتي جاهزة. الله، طعمها خطير جدا بصراحة، رائعة. والريحة كانت قلب الدنيا. شايفين خضرة ازاي ومستوية من جوه وسهلة التقطيع، ما بتشدش. وريحة الجمبري خرافة بصراحة. ده شكل الوصفة بتاعتنا بقى. لو عجبتكم ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس، ونتقابل على خير في وصفة جديدة مفيدة من وصفات مطبخ أسماء وسلمى.